وثبت عند النسائي من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه ما يدل على أن من صدق الله صدقه، من صدق مع الله عز وجل صدقه الله. أعرابي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام واتبعه، وحصل غزو فجاهد ذلك الأعرابي، كان يرعى ظهرهم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة ثم جعل له من الغنيمة. فلما جاء قال: ما هذا؟ قالوا: نصيبك من الغنيمة. قال: ما بايعتك على هذا يا رسول الله، بايعتك على أن يحصل لي سهم من هذا من هنا ويخرج من هنا، وأشار إلى موضع في رقبته. فحصلت المعركة وأصيب في الموضع الذي أشار، وخرج السهم من الموضع الذي أشار إليه من رقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلما حصلت المعركة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وهذه سنة الله عز وجل، أن من صدق الله صدقه.